اللي انا ماسكه ده فيه كل حاجة اي حد بيحب البرجر ممكن يبقى عايزها، برجر جوسي، جبنة سايحة، صوص مشروم وصوص تاني عشان يعمل ميكس معاه، واسمه مشروم اند سويس. اللحمة اللي استخدمتها فيه هي اللحمة اللي بستخدمها في أي برجر، قليلة الدسم بس مش زيرو دسم، وعجنتها بإيدي كده عشان البرجر ما يتفكش وأنا بقلبه لما يستوي. ممكن تتبلوه هنا بأي توابل، بس أنا عامله صوصين فمش عايز أغطي على طعمهم بتوابل كتير، هتبله بس بملح وفلفل أسود وأنا بسويه. بعد ما عجنت اللحمة قسمتها كورتين، الواحدة 200 جرام. الكرة ال 200 جرام دي هتعمل برجراية كبيرة قوي، وانا عايز كده عشان انا جايب بان كبير، بس ممكن تعملوه بأي مقاس يناسبكم. بططتها بإيدي كده على شكل دايرة كبيرة أكبر من البان اللي هستخدمه، ده عشان البرجر حجمه بيصغر وهو بيستوي، فعايزه لما يكبر يفضل برضو قد البان. أهم حاجة الدايرة دي يبقى سمكها من كل حتة قد بعضه، وعشان حجمها كبير قوي فلما هتكش وهي بتستوي شكلها ممكن يبوظ، فعملت فيها حفر بصوابعي كده عشان أقلل من الموضوع ده. بعد ما عملت الاتنين شلتهم في الفريزر عشان يمسكوا نفسهم على ما اعمل بقية المكونات. واول مكون هو البيبر مايو، ده الصوص اللي عادة بيتحط عليه، وده عبارة عن نص كوباية مايونيز عليها معلقة صغيرة عصير ليمون ونص معلقة صغيرة فلفل اسود ورشة بودرة توم او تمن معلقة صغيرة. التمن ده اللي هو اقل من الربع عشان بيجيلي السؤال ده ساعات. قلبت المكونات دي كويس وكده بقى جاهز الصوص. بعديها عملت صوص المشروم. اكيد سمعتوا كتير ان المشروم ما ينفعش يتغسل، بس هو في الحقيقة ينفع. المهم تستخدموه بعد ما يتغسل على طول وما تسيبوهوش كتير، ده غير اني بصراحة نفسيا مش ببقى مستريح وانا باكله مش مغسول، واكيد انتوا كمان كده. بالمية كده شلت الطينة بس اللي عليه، بعد كده صفيت المية وبدأت على طول في تقطيعه. قطعته سلايسز مش رفيعة قوي، دول كانوا ربع كيلو. الكمية تبان كبيرة وهو ني كده بس هتصغر خالص لما هيستوي. وغير المشروم كمان قطعت بصلة متوسطة سلايسز في رفع المشروم، وفي طاسة ما بتلزقش على نار بين العالية والمتوسطة حطيت المشروم زي ما هو من غير زيت ولا أي حاجة، وقلبته دقيقة بس عشان يبخر معظم المية اللي ممكن يكون شربها وأنا بغسله. بعدين حطيت شوية زيت وحطيت البصل، رشيت عليها ملح وفلفل اسود وبدأت اسويهم. تسوية المشروم والبصل بصراحة بتاخد وقت طويل، هي أطول خطوة أصلا في الأكلة دي كلها، بتاخد من 10 دقايق لربع ساعة تقليب. لما استوى بالكامل وبقى بني متكرمل كده حطيت عليه شوية باربيكيو صوص، بس ده اختياري، وممكن تبدلوه بالكاتشب أو أي صوص تاني يمسكهم بس ويكون لايق على المشروم. وهنا طفيت النار ونقلت المشروم ده في بولة، بس هو كده لسه مخلصش على فكرة. رجعت الطاسة على النار تاني عشان أعمل البرجر، هعمله واحدة واحدة عشان مسحمش الطاسة. طلعت واحدة من الفريزر ومش لازم تبقى اتجمدت، المهم تبقى مسكت نفسها بس، ودهنتها بالزيت. بعد كده حطيتها في الطاسة، والبرجراية دي تخينة فعشان كده خليت نار البوتاجاز متوسطة مش عالية، لو عالية هتحرقه من بره من غير ما يستوي من جوه. فضلت بضغط عليها بالراحة كده عشان تستوي بشكل متساوي من كل حتة، الأطراف والنص. ولما لقيت انها اتحمرت بالكامل من تحت رشيت عليها ملح وفلفل اسود وقلبتها، ورشيت على الوش التاني ده برضو ملح وفلفل اسود. ودي زي ما قلتلكوا وزنها 200 جرام، بالنسبة لي دي بتحتاج على كل وش ربع معلقة صغيرة ملح وتمن معلقة صغيرة فلفل اسود، يعني المجموع نص معلقة صغيرة ملح وربع معلقة صغيرة فلفل اسود على البرجراية كلها على الوشين. فضلت اضغط عليها لحد ما لقيتها اتحمرت كويس من الناحيتين، وهنا وطيت النار وجبت الجبنة. كلمة سويس في الاسم بتاع مشروم اند سويس هي دي الجبنة السويسري. ممكن تستخدموا الايمونتال او ممكن تسيبوكوا خالص من الاسم وتعملوها بالجبنة السلايسز العادية بتاعت البرجر، بتسيح اصلا احسن من السويس تشيز. حطيت منها على البرجر وغطيت الطاسة وسبتها تسيح على نار هادية. وبعد ما ساحت شلت البرجراية من الطاسة وحطيت مكانها تاني المشروم اللي عملته وقلبته عشان يسخن وعشان ياخد من طعم البرجر. وعشان انا عامل برجراية ليا وبرجراية لهدى فقسمت المشروم اتنين، وعملت صوص المشروم اند سويس باني حطيت جبنة تاني فوق المشروم وغطيت الطاسة وسبتها تسيح عليه، وكده ما بقاش فاضل غير اني اعمل الساندوتش. استخدمت فيه البرجر بان ده، وهدى استخدمت البريوش، بس ممكن تستخدموا اي بان تحبوه. كنت محمصه بالزبدة على الطاسة قبل ما أبدأ. حطيت فيه معلقة كبيرة صوص من فوق ومن تحت، وعلى الجزء اللي من تحت حطيت البرجر بالجبنة السايحة وفوقيه المشروم بالجبنة السايحة، وقفلت الساندوتش. وبقى ده شكله، متهيألي من شكله مش محتاج اوصف طعمه، المشروم السايح في الجبنة على البرجر مع صوص البيبر مايو في البان المتحمص كان ميكس رهيب. وعلى فكرة برضو في العيش البريوش بيبقى حلو جدا. بس قولولي ايه اكتر عيش بتحبوه فيه، وايه اكتر حاجة بتحبوها على البرجر. ولو وصلتوا للنقطة دي شكرا جدا عشان بتتفرجوا للآخر.